ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف النهاردة حكاية فرح برنس مصر ومقاطع حصرية لفرح البرنس وكمان ندى، بجد هتتصدموا. وهنعرف ليه بيبي حياة وكمان جلجل ما دخلوش مدينة التلج مع الأميرة فيروز. واخيرا معانا خبر مفرح جدا عن ندى حمو. فيديو اليوم حلو جدا بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا النهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ بنتمنى من كل الفانز يكملوا الفيديو معانا لأننا بنقول معلومات مهمة جدا جوه الفيديو. ودلوقتي هنبدأ بأحلى بيبي وهي بيبي أصالة. الحقيقة زي ما تعودنا صولة كانت مع أحمد في المكتب. أحمد قال إن صولة شبه فيروز قوي وهي صغيرة، ودي صورة فيروز وأصالة وهم صغيرين. قولولنا رأيكم في التعليقات. أصالة بتكون شبه فيروز ولا حياة؟ ونحب نقول لصولة ألف سلامة عليكي لأن جلجل قالت إنها بطنها وجعاها جدا، وده بسبب إن جلجل كانت بتاكل من بره. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه ندى جلجل وبيبي حياة ما دخلوش مدينة التلج أو السكاي ايجيبت مع فيروز وأحمد. وطبعا هنكمل باقي فلوجات القاهرة وهي رحلة لمدينة التلج للأميرة فيروز. وللعلم مدينة التلج بتكون في مول مصر، ودي من الحاجات اللي الأميرة فيروز كانت عاوزة تشوفها. لكن السؤال هنا ليه ما كانتش موجودة ندى جلجل وبيبي حياة معاهم؟ حياة ما كانتش معاهم لأنها صغيرة وما كانش ينفع تدخل كمان ندى جلجل لأن معاها بيبي أصالة. عشان كده هما كانوا في كافيه بيطل على مدينة التلج وكمان على روزا وأحمد. وكده نكون عرفنا ليه روزا وأحمد بس هما اللي دخلوا مدينة التلج. مستر أحمد كان فرحان قوي هو وروزا وكمان كانوا سقعانين جدا. فعلا السكاي ايجيبت ممتعة جدا لكن هما قعدوا فيها نص ساعة بس عشان تعبوا. الغريب بقى ان روزا كانت بتاكل التلج واحنا عارفين انها بتحب التلج جدا، لكن يا روزا التلج ده مش نظيف، غلط جدا عليها. لكن الحمد لله ما حصلش حاجة وهي بخير دلوقتي. دي كانت فكرة سريعة عن فلوج السكاي ايجيبت للأميرة فيروز. كملوا معانا الفيديو عشان معانا خبر عن ندى حمو. دلوقتي هنشوف ايه اللي حصل مع برنس مصر في فرحه هو وندى. بجد من احلى الكواليس واقربهم لقلبنا هو لمة العيلة مع ايه احلى وعمو صالح وكمان البرنس وندى واحمد. اتكلموا عن فرح برنس مصر. كان فيه ناس كتير، كان في الشتاء والجو برد جدا. تعالوا نشوف مقاطع من فرح برنس مصر وده هيكون حصري لينا. نشوفه هنرجع تاني على طول. دلوقتي تعالوا نشوف العيلة قالت ايه على فرح برنس مصر. قالت انه كان يوم ما طلعش فيه شمس، لكن عمو صالح ضحكنا قوي لما قال كانت لحسة قعر الحلة، وقصده على ندى حمو. دي مقولة بتتقال في مصر للعروسة اللي فرحها بيحصل فيه حاجات غريبة. كمان قال ان اليوم ده عدى بمعجزة كان صعب جدا. اخيرا جلجل قالت انه هو الفرح الوحيد اللي كل الناس كانت لابسة فيه جواكت فوق البدل. بصراحة ما كناش عارفين نسمعهم من بيبي حياة لانها كانت بتعيط جامد وبتزن. احلى حاجة ان العيلة اتجمعت وتصورت احلى صورة، وللعلم برنس مصر هو اللي كان بيصورهم. ودلوقتي واخيرا تعالوا نشوف ايه هو الخبر الجديد عن ندى حمو. الحقيقة اليوم بيكون عيد ميلاد مامة ندى مرات برنس مصر. كل سنة وحضرتك طيبة وعقبال يا رب مليون سنة، وتفرحي بأولادك كلهم يوسف وأدهم وكمان ندى. وزين كل فانز برنس مصر يقول لمامة ندى كل سنة وانتي طيبة. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو قولولنا بيبي هند اتولدت في شهر ايه وكمان صورتها ظهرت في الدقيقة الكام. شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. عاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات وانتوا قدها يا أجمل جيش.
وهنا وصلنا للنهاية. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.